السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اخوتي ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نوريكم اخوتي الشمندر السكري اللي هو كما شاهدتوا معايا في بعض الفيديو فيت. كنا هضرنا على الانبات ديال الشمندر كيفاش شاهدتوه، وبالنسبه للزراعه شاهدتوه اخوتي معايا، وبالنسبه كيفاش المواد كنحطها مع الزريعه قبل الانبات كيفاش شاهدتوها معايا. اليوم اخوتي غادي نوريكم الحرث، البدايه ديال الحرث كيفاش كنحرثوا. المهم كيفاش حرثت الشمندر وباقي مازال ما عاطي لا مواد لا والو، يعني مازال ما زيدوش المواد. كيفاش الشمندر ولا كيبان يعني ولا منقي من الاعشاب الضاره والحرث. وغادي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبقى تابعوا بالحرث بحال هكا فقط، ولو نكملوا في الحرث نعاودوا في نفس الوقت، نعطيه 4 ايام ونبدا نعاود فيه ثاني. علاش؟ لان اساس باش الارض تطوع عليه وباش الشمندر ما يبقاش واقف لفوق، يعاود يعطي الغصن ديالو كيهبط لتحت. ما حدك تتحرط فيه وتعطيه المواد وتحرط كما كتعطيه المواد فوق الظهر ديالو وتعاوديه بالحرث هو كيهبط لتحت. كما كتحرط هو كيهبط لتحت. علاش؟ لانه هو كيبقى تابع الري. وهذا هو استمرار ديال الشمندر. كيفاش غنبقى نحرط فيه حتى يولي ما طويل، تيولي تيطردك في الحرث، تيولي كيتسمع فيه الطرق كيتهرس. يعني ملي كيولي يطردك بحالك عاد نبعد منه. ماذا بيه بحال هكا من هنا وانا دابا غنبقى نحرط فيه حتى تيوقف. دابا غادي نعطيه غير المواد ونعاودو نكملو دابا من الحرث بحال هكا، وغادي نعطيه ثاني مده 4 ايام او 5 ايام نبدا نعاود فيه ثاني في الحرث. هذا هو استمرار ديال الشمندر. كيفاش غنحصلوا على الانتاج ان شاء الله. كيفاش كتشاهدوا خوتي الارض، المهم الارض خاصها تكون هكا حمراء حدا الشمندر، وهو عاطيه المواد وهو عاطيه الحرث وفي نفس الوقت، وغادي نعطيه حتى العطش حتى هو باش الشمندر يجبد. لان الا بقيت نعطيه غير الماء ما غاديش الشمندر يمشي لتحت، الشمندر غيبقى غير واقف لفوق. وانما الا عطيته العطش والحرث غادي يهبط لتحت، غيدير الغصن لتحت. اذا مازال نعاود لخوتي ان شاء الله فيديو اخر على اساس المواد. ملي نبغي ان شاء الله غادي ندير المواد كيفاش غادي ثاني نسربب المواد في الخط فوق الظهر ديالو. اذا اخوتي مازال ان شاء الله نعاود لكم فيديو اخر. دمتم بخير والى اللقاء.